العام والخاص وحسن السير وانتظام المرافق العامة. ثانيا، التأكيد على تعديل النص المقترح بإضافة عبارة ويتولى القضاء والتأديب النظر في شؤون أعضائه بعد أن بلغ خلاف ضرورته بشأن هذا القضاء. ثالثا، التأكيد على حقيقة لجنة 50 الدستورية باعتبارها السلطة الدستورية في البلاد الآن في إنشاء قضاء مستقل يسند إليه قضاء التأديب من أجل تحقيق عدالة ناجزة للمتقاضين أماما لمبدأ التخصص والتقسيم، وهذا ليس بيحتل بعد أن أخذت مصر للنظام القضائي المتعدد وهو القضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء الدستوري والقضاء العسكري وجهاز القضاء العام الاشتراكي قبل الغد. رابعا، التأكيد على ضرورة حظر نسب أعضاء السلطة القضائية. التأكيد على ضرورة حظر نسب أعضاء السلطة القضائية إلى أي مؤسسة بالدولة أخذ بمادة استقلال القضاء وعلى الخضوع إلى أي سلطة أخرى ولتحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية. خامسا، التأكيد على إعطاء النيابة الولايات الصلاحية الواسعة في إصدار الأوامر القضائية لمعالجة أوجه الخصوم في سير وانتصام المرافق العامة. سادسا، التأكيد على توحيد المسمى للهيئات القضائية في الدستور إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في كافة الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. سابعا، التأكيد على أن أعضاء النيابة الإدارية لا يبغون من وراء القضاء التأديبي أي مكاسب مادية أو مصالح تأوية أو مراكز أدبية، بل سيتحملون أعمالا كثيرة وأعمالا كثيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن. تاسعا، التأكيد على استكشاف كل ما صدر من إعلانات من أعضاء مجلس الدولة على هيئتنا الموقرة مع تمسك أعضائنا بالخلق القويم والتقاليد القضائية العريقة في الحوار، وأنهم جميعا كنتم مجندين بخدمة هذا الوطن وسيلبون نداءه في أي مكان وزمان، واتقوا الله لما فيه الخير والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.